قبل ما أبدأ الملخص حابب أقول لك وحشتني يا صديقي، وعاوزك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان الفضل بعد ربنا انتو. ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا ده في أرض الجنايات السحرية يا معلم، وتحديدا في مدرسة لتعليم الجنايات. بنشوف إلينور، دي بقى أصغر متدربة في المدرسة وآخر واحدة انضمت ليهم من سنين طويلة. ليه بقى؟ عشان يا سيدي الناس خلاص ما بقتش مقتنعة بوجود السحر ولا الجنايات، وده طبعا خلى مديرة المدرسة تتغاظ وقررت تقفلها خلال أيام. يعني الجنايات خلاص مش هيروحوا الأرض تاني. بس إلينور دي كانت عندها حماس كده وطاقة مش طبيعية، كانت مصرة تثبت للناس إن السحر لسه موجود وإن الجنايات دورهم مهم. وبتبدأ إلينور تدور في غرفة الأمنيات وتلاقي أمنية واحدة أخيرة لطفلة اسمها ماكنزي عندها 10 سنين. بتتمنى إيه الطفلة دي؟ إنها تتعرف على زميلها اللي معجبة بيه. وبتاخد إلينور الأمنية دي وبتقرر تروح الأرض عشان تحققها. بتجهز شنطتها وبتاخد عصايتها السحرية. بس مين اللي بيحذرها؟ زميلتها أجنيسي الجنية العجوزة. بتقول لها يا بنتي اللي بتعمليه ده خطر، والمديرة لو عرفت ممكن تحرمك من قواكي السحرية. بس إلينور بتفضل مصرة على موقفها وبتاخد منها خريطة تساعدها عشان تخرج من أرض الجنايات وتوصل للأرض. وبتخرج إلينور من المدرسة وبتقدر تفتح بوابة سحرية للأرض، وفعلا بتلاقي نفسها في مكان بعيد بين الغابات. بتفضل تمشي وتمشي لحد ما بتكعب وبتنام جنب الطريق، وبالصدفة بتلاقيها سواقة شاحنة اللي بتقرر تساعدها وتوصلها ببوسطن. وده العنوان اللي لقيته إلينور على النت لما دورت على اسم ماكنزي. إلينور بتوصل للعنوان وبتكتشف إنه الاستوديو اللي بتشتغل فيه ماكنزي، وإنها ما بقتش طفلة خلاص، دي بقت سيدة كبيرة عندها أكتر من 30 سنة، وعدى على أمنيتها دي 20 سنة كاملين. إلينور بتقابل ماكنزي وبتقول لها إنها جنيه وجاية تحقق أمنيتها اللي بعتتها زمان. فماكنزي بتفتكرها بتهزر أو مجنونة وبتطلب الأمن يطلعوها بره المكان. وهي طالعة من الاستوديو بتتفاجئ ماكنزي بإلينور مستنياها بره، وبتحاول إلينور تثبت لها إنها جنيه فعلا، وبتغير لبسها وبتوريها أمنيتها اللي بعتتها وهي طفلة. بتتصدم ماكنزي لما بتشوفها وبتقول لها إن الأمنية دي خلاص فات وقتها، وهتسمح لها بس تبات الليلة دي عندها في البيت، والصبح ترجع أرض الجنيات تاني. وبتوصل ماكنزي للبيت ومعاها إلينور، وبتخليها تقعد في الأوضة اللي تحت السلم الأبو عشان بناتها ما يعرفوش عنها حاجة. وفي الأوضة اللي تحت السلم بتشوف إلينور صور فرح ماكنزي وبتسألها ليه بتقولي الأمنية خلاص فات وقتها؟ انت لقيتي حب حقيقي أهو. فبتقول لها ماكنزي إنه خلاص ما بقاش موجود لأنه مات، وإن مفيش حاجة اسمها سعادة أبدية، ده كلام حكايات خيالية، وكل اللي بتتمناه إن شكلها يبقى حلو وبيتها يكون نظيف دايما. في نفس الوقت ده بتكون مديرة مدرسة الجنيات عرفت إن إلينور خرجت وراحت للأرض، وبتبقى متغاظة جدا وعايزة تعرف هي راحت فين وبتخطط لإيه. وبتقرر المديرة تقفل المدرسة للأبد. فعلا ماكنزي بتاخد إلينور معاها الشغل وبتعرفها على زمايلها وبتقول لهم إنها بنت عمها اللي جاية تزورها من كندا. وبتلاحظ إلينور إن واحد من زمايل ماكنزي اسمه هيو، شاب وسيم ومحترم، وبتفكر تخليهم يحبوا بعض عشان تكون دي مهمة بديلة لأمنية ماكنزي زمان، وتلاقي حب حقيقي جديد وتثبت إلينور إنها جنية حقيقية. فبتطلب منها ماكنزي تتفرج على المكان لحد ما يخلصوا التقرير الصحفي اللي بيعملوه عن تغطية ماتش هوكي. لكن إلينور بتاكل كميات كبيرة من أكلات بتتوزع في المكان، وبيجيلها حساسية خطيرة جدا. فبتجري ماكنزي بسرعة عشان تديها حقنة مضادة للحساسية، لكن إلينور بتخاف جدا وبتعمل ألعاب نارية في السماء بالسحر وبتتسبب في مشكلة كبيرة. وكل ده بيطلع في التقرير الصحفي اللي بيصوروه. وبترجع ماكنزي للبيت ومعاها إلينور، وبتقول لها إنها مش هينفع تخليها أكتر من كده ولازم تمشي الصبح. وبتروح إلينور للأوضة اللي تحت السلم وبتكون زعلانة إنها سبب مشاكل كتير. وبتتفاجئ بأجنيس بتكلمها تاني ببوابة سحرية جوه ساعة قديمة، وبتقول لها إن المديرة عرفت بغيابك ولازم ترجعي قبل 4 أيام لأنها قررت تقفل البوابات السحرية للأبد. وبتصحى ماكنزي تاني يوم وبتتفاجئ بإلينور بتقول لها إنها فكرت في حاجة تساعدها. لو اهتمت بنفسها شوية ده هيخليها سعيدة، ولو بقت سعيدة ممكن تلاقي حب حقيقي تاني. وفعلا ماكنزي بتسمع نصيحتها وبتروح للوك أوافير، مكان تجميل كده، وبتكون سايبة البنتين مع إلينور لحد ما ترجع. وبتسمع إلينور صوت جين البنت الكبيرة وبتلاقيه حلو جدا، لكنها بتخاف تغني قدام جمهور. وبتقول لها جين إنها رفضت تشارك في احتفالية المدرسة بسبب كده. فبتقرر إلينور تساعدها وبيروحوا للحديقة، وبتبدأ إلينور تغني بصوت عالي وده بيشجع جين، وبتبدأ تغني هي كمان قدام الناس وتتغلب على خوفها.
وبتشوفوهم ماكنزي وهي راجعة من الكوافير وبتكون قلقانة على بنتها وخايفة من مشاركتها في حفلة المدرسة زي كل سنة، لأنها بتخاف وبتتوتر ومش عايزاها تتعرض للإحراج ده تاني. وزي ما شجعت جين، قررت إلينور تشجع ماكنزي هي كمان إنها تتعرف على هيو، وبتقول لها إنها لازم تدي نفسها فرصة تانية. وبتعترف لها ماكنزي إنها حاسة بإعجاب ناحية هيو، لكن لسه مش مستعدة تتعرف على شخص تاني بعد وفاة جوزها، وعشان كده مش بتحب حفلات الكريسماس لأنها توفى في الوقت ده. فبتطمنها إلينور وبتشجعها تروح الحفلة اللي هيعملها الاستوديو في الكريسماس وتدي نفسها فرصة. وفي نفس الوقت بترجع إلينور للأوضة اللي تحت السلم عشان تنام، لكن بتتفاجئ بأجنس بتكلمها تاني وبتقول لها إنها لو ما نجحش في مهمتها قبل الساعة 12 مديرة المدرسة هتحرمها من كل قواها السحرية، وكمان هتتحبس في الأرض ومش هتقدر ترجع لأنها هتقفل البوابات السحرية بين أرض الجنيات والأرض. فبتجري إلينور بسرعة على الحفلة اللي فيها ماكنزي وبتحاول تعمل تعويذة سحرية عشان تخلي هيو يعترف لها بحبه، لكن بتفشل. وبتحاول تعمل تعويذة تانية عشان تلبس ماكنزي فستان سحري، لكن بتعمل التعويذة غلط وبيطلع فستان غريب جدا. وبتحس ماكنزي بالإحراج وبتحاول تخرج من المكان، فبتجري وراها إلينور وبتقول لها إنها حاولت تساعدها. وهم بيتكلموا إلينور بتفتح الميكروفون بالغلط وبيسمع كل زمايل ماكنزي كلامهم وكمان مدير الاستوديو. وبتتصدم ماكنزي من اللي حصل وبتلاقي مديرها بيقول لها إنها مطلوبة في مكتبه بكرة هي وزميلها هيو بسبب التقارير اللي ظهرت فيها إلينور، وكان فاكر إنهم مفبركينها. وبتروح ماكنزي المكتب المدير هي وهيو زي ما طلب، وبيكونوا فاكرين إنه هيرفضهم، لكن بتتفاجئ إنه مبسوط من الفيديوهات اللي ظهرت فيها إلينور والمشاكل اللي عملتها، وبيقول لها هنشغلها في عمل فيديوهات تاني تجيب مشاهدات. فبترفض ماكنزي كلامه وبتقول له إنها مستحيل تستغل شخص طيب زي إلينور، وبتقدم استقالتها هي وهيو وبيسيبوا له الاستوديو خالص. وبترجع ماكنزي للبيت وبتكتشف إن بنتها جايين ما راحتش الحفلة، وبتقول لها إنها خايفة ومش هتقدر تغني، وإلينور مش موجودة لأنها الوحيدة اللي شجعتها. وبيبدأوا يدوروا على إلينور وبتلاقي خالتهم بولا كتاب التعويذ بتاع إلينور، وبيدوروا عليها في كل مكان وبيلاقوها أخيرا في السوق بتحاول تعمل عربية سحرية من اليقطين عشان ترجع لأرض الجنيات. فبتقول لها جين إنها محتاجاها جنبها وكلهم محتاجينها، وفعلا بتقرر إلينور تفضل معاهم وما ترجعش أرض الجنايات. وبتشجع جين وبتلبسها فستان سحري جميل وبتعمل عربية سحرية من بطيخة كبيرة زي فيلم سندريلا بالظبط، وبيركبوا فيها كلهم وبيروحوا بسرعة للمسرح اللي هتتعمل عليه حفلة المدرسة. وبتبدأ الحفلة وبيجي دور جين اللي بتخاف وبتتوتر تاني، لكن بتبدأ مامتها تطمنها وبتقول لها إنها واثقة فيها وبتديها الجيتار بتاع باباها عشان تشجعها. وبتبدأ جين تغني وبيكون صوتها حلو جدا والجمهور كله بيتفاعل معاها وبيسقفوا لها كتير. وفجأة بتظهر مديرة مدرسة الجنايات اللي راحت للأرض عشان ترجع إلينور، وبتحاول المديرة إنها تشد إلينور بالعافية، لكن بيدخلوا المسرح بالغلط. وبتحاول المديرة تاخد منها عصايتها السحرية، لكن ماكنزي بتجري بسرعة وبتاخد العصاية وبتدافع عن إلينور، وبتقول للمديرة إنها نجحت في مهمتها. فبتقول لها المديرة فين النجاح ده؟ انت ما لقيتيش حب حقيقي تاني. فبتقول ليها ماكنزي ان الحب مش لازم يكون امير، وانها لقت حبها الحقيقي في ابنتها، وان إلينور هي اللي رجعت لها سعادتها بيهم تاني. وبيبدأ الجمهور يتفاعل مع كلامهم وبيقولوا للمديرة ان كلامها صح، وان الحب ممكن يكون ليه صور كتير غير حكايات الاميرات الخيالية. فبتقول لها إلينور احنا لازم نغير طريقتنا ويكون دورنا اننا نساعد البشر يصلحوا حياتهم، وساعتها هم هيلاقوا السعادة الأبدية. وأخيرا بتقتنع المديرة بكلامها وبتقول لها إنها نجحت في مهمتها وبقت جنيه حقيقية. وبيرجعوا الاتنين سوا لأرض الجنايات، وبعد شوية بنشوف إلينور اللي بقت مدرسة في مدرسة الجنايات وبتعلم الجنايات الصغيرين، وغيرت طريقة التدريس القديمة وبقت تعلمهم إن دور الجنايات مساعدة البشر بالطريقة اللي تناسب حياتهم مش بطريقة الحكايات الخيالية.